في يوم من أيام سنة 2010 أشرف حكيمي كان ولد صغير عنده 12 سنة. كان عايش مع أمه وأبوه وأخته وأخوه. أبوه وأمه اتولدوا وكبروا في المغرب، وبعد جوازهم بفترة قرروا السفر لأسبانيا واستقروا هناك. وكالعادة زي كل يوم أشرف كان مروح من مدرسته ماشي على رجليه عشان مش معاه فلوس يركب مواصلة تخليه يروح البيت أسرع. وقتها كان عنده هوايتين، الأولى كرة القدم، والتانية إنه يبص على البيوت طول ما هو ماشي. وفي مرة وهو خلاص قرب يوصل البيت كان بيبص على جنينة فيلا كانت عاجباه جدا، لكن حكيمي فضل واقف متنح وباصص على الفيلا، ما نزلش عينه من عليها. السبب إنه شاف أمه موجودة جوه وعمالة تنظف وتمسح في المكان. حكيمي فضل يراقبها ويبص عليها، لقاها مكملة شغل وتوضيب ونظافة ومش واخدة بالها منه، لحد ما قرب عليها وبقى قصادها. وقتها أمه بكت وقالت له: روح البيت وأنا جاية وراك. حكيمي فضل طول الطريق يعيط لحد ما وصل ودخل أوضته وفضل ساكت مش عايز يكلم حد. أمه لما روحت حكت لأبوه على اللي حصل، والاتنين دخلوا أوضته وقالوا له: إحنا بنشتغل عشان أنت وإخواتك تكونوا أحسن ناس وما تحتاجوش لأي حاجة. أمك بتخدم في البيوت وأنا ببيع بضاعة في الشوارع، وكل ده عشان أنت وأخوك وأختك تعرفوا تكملوا دراستكم وتاكلوا وتشربوا. حكيمي كان ولد طيب جدا وبيحب أهله ورحيم بيهم لأعلى درجة. وقتها قال لهم والدموع في عينيه: مش هخليكم محتاجين حاجة، والبيت يا أمي اللي كنتي بتخدمي فيه في يوم من الأيام هشتريهولك وهيبقى ملكك. حكيمي بعد ما كان واخد الكورة مجرد هواية قرر إنه يحترف فيها ويمارسها بشكل أكبر ويركز فيها. أمه كانت تخلص شغلها وتوديه بنفسها التمرين وتفضل تتفرج عليه وتشجعه، لحد ما اكتشفوا واحد هناك ووداه نادي ريال مدريد ولعب في الناشئين. نادي ريال مدريد أكبر نادي في أسبانيا وما بيدخلوش غير الصفوة والموهوبين. أشرف حكيمي ما كانش من الصفوة ولا أهله يملكوا أي حاجة، كل اللي كان حيلته موهبته ودعوات أمه اللي كان دايما بيسمعها منها. بعد كده جات له فرصة سفر لألمانيا ولعب في ناشئين نادي بروسيا دورتموند. كسر الدنيا هناك وأثبت نفسه وأثبت إنه لعيب كبير. وقتها منتخب أسبانيا طلبوا للعب في صفوفه، ولما روح البيت حكى لأمه قالت له: مش هتلبس غير قميص منتخب بلدك المغرب، اختار تمثل بلدك وربنا هيكرمك وتبقى في أحسن مكان يا ابني. أشرف رفض اللعب في صفوف أسبانيا واختار تيشيرت منتخب بلده وبلد أبوه وأمه. ولما خلص رحلته في ألمانيا رجع تاني على أسبانيا وفضل مكمل في أكبر الأندية لحد ما راح نادي باريس سان جيرمان الفرنسي واتعمل له عقد كبير جدا بمبلغ ضخم، وبقى من أهم اللعيبة في الفريق. حكيمي طوال السنوات اللي فاتت كان بيحقق نجاحات شخصية، لكن على صعيد المنتخب ما حققش إنجازات كتير. لكن أمه كالعادة هي كلمة السر في حياته، زي ما كانت السبب إنه يحترف الكورة ويكون نجم كبير. وقدر يوفي بوعده ليها واشترى لها بدل الفيلا قصر وعوضها عن كل سنين الشقة والتعب اللي شافتها عشانه. كلامها ليه إنه لو اختار يمثل بلد وربنا هيكرمه بالفعل اتنفذ. تلف السنين ومنتخب المغرب يحقق إنجاز تاريخي ما حصلش في تاريخ إفريقيا والعرب، ويوصلوا لدور نصف النهائي في كأس العالم، والمغرب بقيادة حكيمي يخرجوا أسبانيا من البطولة، ويتحقق كلام أمه بالحرف، وربنا فعلا بيكرمه ويكرم زمايله. عشان كده حكيمي بعد كل انتصار للمنتخب بيجري على أمه ويبوس راسها وإيديها. وفي مقابلة ليه قبل كده قال: لما عرفت وأنا صغير إن أمي بتخدم في البيوت ما حسيتش بالخجل من شغلها، لكني خجلت من نفسي إن أمي بتتعب وتشقى وأنا موجود في الدنيا. عشان كده حلفت بالله بيني وبين نفسي إني أعوضها، والحمد لله قدرت أعوضها ولو بجزء بسيط عن تعبها زمان.